الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كشري اسكندراني. قبل ما ابدا الفيديو عشان من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتتابع من القناه وربنا يوفق الجميع، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بص يا ستي، انا جبت بصلايه متوسطه قطعتها وحطيت ورقه غار ورشه سكر، هنقلبها ونيجي مع بعض. يا جماعه كميه الرز قد كميه العدس، قلبت كده مع بعضيه لحد، طبعا مش هغسله لحد بس البصله لما تحمر شويه، وبعد كده هنغسله. يا جماعه البصل كده قربت احمر، هنغسل بقى الرز ونيجي مع بعض. يا جماعه العدس والرز ماشي. طبعا حمصت شويه البصلايه ماشي، انا بحب البصلات كده يا جماعه حسب ما تحبوا ماشي. نقلب كده لغايه ما مش هخلي المعين. زودت الميه وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود وكمون وكركم، ريحه كركم ماشي. طبعا التوابل دي حسب ما انت عايزه تحطي هنسيبه بقى يستوي ونيجي مع بعض. يا جماعه عندنا شويه جوافه كده تراي، هنعملهم بقى عصير ماشي. السكر والميه، وهنقطع بقى الجوافه ونيجي مع بعض. كده قطعت الجوافه، هنضربها بقى ونيجي مع بعض. وكده بقى العصير ماشي، شايفين ما شاء الله. هنخلص بقى ونيجي مع بعض. العصير اهو ان شاء الله بألف هنا وشفا. نشوف بقى العدس يا جماعه. بصوا ما شاء الله اهو. طبعا بنحمر البيض بندحرجه في سمنه، انا ما بقدرش اعمله بسمنه عشان ما يبقاش تقيل، بسلق البيض بس ماشي. وهو كده وبألف هنا وشفا.